كانت ليلة هادية، هدوء غير عادي. وفجأة الهدوء ده اتغير. السما بقى جاي من ناحيتها صوت غريب جدا ومخيف، أعلى من صوت الرعد. كانت السما مليانة بالنجوم اللي كانت عمالة تلمع بشكل غير طبيعي، وألوانها كانت عمالة تتغير بشكل غريب. النجوم كانت بتنور بألوان غريبة على غير عادتها، والسما نفسها بدأ يحصل فيها شقوق غريبة وبقت بتنور بنور شبه النار بالظبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد عماد من قناة حواديت العمدان. القصة بتاعت النهاردة بجد محتاج منكم تركزوا فيها جدا، وهتعرفوا ليه لما تسمعوها. القصة دي الصراحة تعبتني جدا على ما عملتها. هستنى رأيكم في الكومنتات، ويا ريت اللي مش مشترك في القناة يشرفني ويشترك. وما تنسوش طبعا لو القصة عجبتكم دوسوا لايك، ويلا نبدأ الحلقة. عادل ساعتها كان راجع من حفلة من حفلاته اللي دايما بيروحها، واللي كان بيقضي معظم وقته في السهرات والاحتفالات. هو شاب في العشرينات، معروف بين اصحابه بان هو ملك الحفلات. كل يوم كان عنده حفلة جديدة. كان دايما بيدور على المتعة بأي طريقة، سواء بقى بالرقص او بالخمرة او حتى بالبنات. وهو راجع للبيت بعد الحفلة دي لاحظ شكل السما اللي كانت عليه ده، لكن علشان كان خلص الحفلة وهو سكران قال لنفسه انها تهيؤات مش اكتر. بس حس بعد كده بشعور غريب جدا، كأن في حاجة مش طبيعية بتحصل له هو شخصيا. حاول يتجاهل الإحساس ده وقرر إن هو هيروح وينام، لكن اللي هو شافه في السماء كان مؤثر عليه بشكل كبير. نروح بقى لسارة، بنت في العشرينات هي كمان. كانت نفس الليلة دي قاعدة في البلكونة في شقتها بتبص على السماء، لكنها كانت عكس عادل. كانت ملتزمة دينيا شوية عنه، بس كانت دايما بتحاول توفق ما بين التزامها الديني ورغبتها انها تستمتع بالحياة. لكن اللي شافته في السماء كان مختلف. النجوم كانت عمالة تتغير في شكلها وألوانها بشكل خلاها تحس برهبة. سارة ما كانتش قادرة تفسر اللي هي شايفاه ده، حست بخوف شديد. كانت بتفكر في معنى الحياة، وكانت عمالة تفكر في النصوص الدينية عن علامات الساعة، وبدأت تسأل نفسها عن اللي ممكن تكون هي فعلا، وإن النهاية قربت ولا إيه. في الأيام اللي بعدها بدأت الأخبار تنتشر عن الظاهرة الكونية الغريبة دي. الإعلام كان بيتكلم عنها بشكل مكثف. الأخبار كانت ما بتتكلمش إلا عن الظاهرة دي. بدأت تظهر تقارير في التلفزيون وفي كل القنوات بتقول إن علماء الفلك ما عرفوش أي تفسير عن الظاهرة دي بشكل كامل، ولكنها ممكن تكون علامة من علامات يوم القيامة فعلا. واحدة من الأخبار اللي نزلت كان تقريرها بيأكد إن الظاهرة دي فعلا ممكن تكون إشارة على اقتراب يوم القيامة، وإن العلماء قدروا يحددوا موعد لها تقريبي وهو بعد شهرين. الخبر ده كان صدمة للناس، واتقسم الخبر في المجتمع ده لنصين. نص خاف وبدأ يتوب، ونص تاني كان مش عارف يتعامل مع الموقف. عادل كان واحد من الناس اللي اتأثروا بالخبر. مع مرور الأيام قرر إن هو هيغير من حياته. بدأ يحضر دروس دينية ويزور المساجد بشكل منتظم، وحس براحة جواه لأول مرة في حياته. كان بيحاول يعيد حساباته ويبعد عن أسلوب حياته القديم. وسارة من الناحية التانية بدأت تركز أكتر على دينها. قررت إنها تتجنب أي نشاط ممكن يشغلها عن العبادة، وبدأت تقضي وقتها في قراية القرآن وفي الصلاة. كانت حريصة على إنها تكون صادقة في توبتها. حاولت تقنع كل اللي تعرفهم بتغيير حياتهم هم كمان. في الفترة دي البلد كلها كانت مليانة بالناس اللي بدأوا يتغيروا، وكتير بدأوا في إنهم يحاولوا يرجعوا لدينهم ويبعدوا عن المعاصي. بس كان في ناس تانية متشككين أو مش قادرين على التغيير. التوتر والخوف كانوا مسيطرين على الكل.
كل واحد كان بيحاول يفهم ويشوف ازاي يقدر يواجه الموقف الغريب ده. وفي الوقت نفسه السما كانت لسه مستمرة في ألوانها الغريبة والأصوات اللي عمالة تطلع منها سواء بالليل أو بالنهار، وده اللي زاد من غموض الظاهرة دي. عادل لما سمع خبر قرب يوم القيامة كان في حالة صدمة. حياته كانت كلها عبارة عن سهر وحفلات، كان عايش على المتع والشهوات وبس. لكن بعد ما شاف الظاهرة دي في السماء حس إنه لازم يتغير. في رابع يوم بعد الخبر قرر عادل إن هو يروح الجامع. كان دخوله للمسجد بالنسبة له تجربة جديدة. أول صلاة صلاها كانت مليانة دموع وتأمل وخوف في نفس الوقت، زي ما يكون بداية جديدة ليه. بدأ يلتزم بصلاته ويحاول يغير من أسلوب حياته. كانت كل زيارة للجامع بتديله إحساس بالراحة والسلام اللي محسش بيها قبل كده. وبمرور الأيام قرر عادل إن هو هيبعد عن السهرات والحفلات دي للأبد. حس إن هو بدأ حياة جديدة، وإن الظاهرة دي كانت فرصة من ربنا علشان يغير حياته. كان بيشكر ربنا كل يوم على الفرصة دي. وسارة برضه كانت في حالة تغيير. بعد ما سمعت الخبر قررت إنها تعيد حساباتها كلها، وحست بإنها بقت أقرب لربنا، وكانت سعيدة بالتغيير اللي حصل في حياتها. الشباب كانوا بيتفاعلوا مع الوضع بشكل كبير جدا. المساجد والكنايس كلهم كانوا مليانين بالناس اللي بتيجي تصلي وتطلب الرحمة والمغفرة من ربنا. الجو كان مليان بتوتر وخوف من يوم القيامة. كان الناس بيحاولوا يغيروا من حياتهم. وعادل بقى نشيط في المجتمع بعد التغيير اللي حصل له. بدأ يشارك في أعمال خيرية كتير، زي توزيع الطعام على الفقراء ومساعدة الناس المحتاجة. كان بيحس بسعادة كبيرة لأنه قادر على مساعدة الناس. كانت كل ساعة بيقضيها في أعمال الخير بتديله إحساس بالفخر وبالرضا، والناس بدأوا يقدروه بشكل أكبر، وبقى ليه سمعة كويسة ما بينهم. وسارة هي كمان بقت نشيطة في مجال التغيير. بدأت تنظم ورش عمل ومحاضرات للشباب في المدارس والجامعات. كانت بتهدف لتوعية الشباب بأهمية التوبة والعيشة بطريقة تتوافق مع القيم الدينية. كان ليها دور كبير في تقديم الدعم والمشورة للشباب اللي كانوا عايزين يتغيروا بجد ويغيروا حياتهم. هي كمان ساعدت في تأسيس مجموعة دعم للشباب اللي كانوا محتاجين مساعدة إضافية. كانت المجموعة بتوفر بيئة داعمة وبتساعد الناس على اتخاذ خطوات إيجابية للتوبة. كانت بتحاول توصل الرسالة للناس وتساعدهم إنهم يلاقوا نفس السلام اللي هي لقيته. وفي الوقت نفسه كان في شوية من الناس اللي كانوا مش قادرين يفهموا الظاهرة أو يصدقوا الأخبار. كانوا شايفين إن الموضوع مجرد شو إعلامي، وكانوا عايشين حياتهم زي ما كانوا قبل كده. لكن التغيير كان واضح في نسبة كبيرة من ناس تانيين، وبدأت البلد كلها تشهد تحول إيجابي. الأنشطة اللي كانت بتجذب الناس بشكل غير لائق اختفت، وبقى مكانها فعاليات دينية وتعليمية. كانت بتتعمل مؤتمرات وندوات دينية بتتناول مواضيع تتعلق بالتوبة والعيشة بطريقة صحيحة. عادل وسارة كان ليهم تأثير كبير على التحولات اللي حصلت. كان تأثيرهم واضح في حياة ناس كتيرة، والتحديات كانت موجودة، بس كان في ناس بيحاولوا يرجعوا لحياتهم القديمة. لكن عادل وسارة كانوا مستمرين في اللي بيعملوه، وكانوا بيشجعوا الناس على الاستمرار. كانوا مؤمنين إن التغيير الحقيقي بيحتاج وقت وصبر، وإن الاستمرارية في الالتزام بالدين والعمل الخيري هي المفتاح علشان يحافظوا على التغيير ده. وفي النهاية كانت الفترة دي فترة محورية في حياة ناس كتير جدا، والناس بدأت تتعلم قيمة التغيير وأهمية التوبة والالتزام. تجربة عادل وسارة كانت مثل وقدوة ملهمة للناس، وبتثبت إن التغيير الإيجابي ممكن يحصل حتى في أصعب الظروف. ومع مرور الوقت الحياة بدأت ترجع لحالة من الاستقرار بعد التغيير الكبير اللي حصل. الناس كانوا مستمرين في التزامهم، لكن بدأت تظهر شوية أسئلة وشكوك. الشكوك كانت عمالة تتسرب عن مدى صحية الخبر اللي سمعوه عن قرب يوم القيامة. عادل كان ماشي في طريقه جديد بثقة، وبدأ يلاحظ تغيرات في حياة الناس اللي حواليه، لكن كان في نفسه تساؤلات، لأنه سمع من أصحابه وهم بيتكلموا عن الأخبار الأخيرة بخصوص الظاهرة الكونية، وإنها ممكن تكون مجرد ظاهرة طبيعية عادي. بس عادل ما كانش متأكد إذا كان الأخبار دي صحيحة فعلا ولا لأ.
لكن بدأ يحس بشكوك من كل اللي سمعه وشافه قبل كده. وسارة برضه كانت في حيرة، كانت بتحاول تحافظ على التزامها بالعبادة والتغيير، لكن الأخبار الجديدة بدأت تأثر على تفكيرها. بدأت تحس بقلق لأنها كانت متأثرة بشكل كبير بالظاهرة، وحست إن كل المجهود اللي عملته الفترة اللي فاتت ممكن يكون مش ضروري إذا كان الخبر ده مجرد إشاعة. الضغط الإعلامي بدأ يزيد، الأخبار كانت بتتكلم عن الظاهرة بشكل كبير جدا، لحد ما جه تقرير من العلماء بيقول إن الظاهرة دي مجرد ظاهرة طبيعية، وإن يوم القيامة لسه في علم الغيب. الخبر ده كان صدمة للكل، عمل حالة من الارتباك والقلق بين الناس. وعادل كان محتار بين الاستمرار في نمط حياته الجديد وبين رجوعه للطريق القديم اللي كان عايش عليه، وقرر إن هو هيتكلم مع أصحابه اللي كانوا معاه في رحلة التغيير. اجتمعوا في الجامع وبدأوا يناقشوا تأثير الخبر الجديد على حياتهم. هل نرجع زي ما كنا ولا نتمسك بالتغيير اللي عملناه؟ هو واصحابه كانوا عاملين يتبادلوا الآراء، وكل واحد منهم كان بيعبر عن مخاوفه وعن اللي بيتمناه. وسارة برضه كانت في حيرة، قررت تتكلم مع واحد من العلماء في الدين المعروفين، وطلبت من الشيخ نصيحة في طريقة التعامل مع الأخبار الجديدة. الشيخ طمنها وقال لها إن الإيمان والتوبة مش مرتبطين بظاهرة كونية أو إشاعة. التوبة هي حالة من القلب، مش مجرد استجابة لموقف مؤقت. وإذا كنت عايزة تعيشي حياة صحيحة، خلي إيمانك ثابت وسعيك مستمر. كلام مع الشيخ حسس سارة بشوية راحة، لكن كان في شعور عام عند الناس بالارتباك، وفي منهم بدأوا يرجعوا للنمط بتاع حياتهم القديم. لكن الأغلبية قرروا في الاستمرار في التغيير اللي حصل لهم، وكان واضح إن فترة التغيير اللي مروا بيها الأيام اللي فاتت أثرت على الناس بشكل كبير، وكان لكل واحد وجهة نظر مختلفة عن طريقة التعامل مع الوضع. عادل وسارة قرروا إنهم يكملوا في طريقهم رغم الشكوك والضغوط. كانوا مؤمنين إن التغيير اللي حصل كان ليه قيمة حقيقية، كانوا مصممين على الاستمرار في أعمالهم الخيرية وعباداتهم. قرروا يركزوا على الهدف الحقيقي للتغيير، وهو تحسين النفس والتقرب من ربنا. كانوا بيحاولوا يركزوا على الجانب الإيجابي من الأمور، كانوا بيشجعوا الناس اللي حواليهم على الاستمرار في التوبة وعدم التراجع. كانوا بيساعدوا في تنظيم فعاليات دينية ونشاطات تعليمية لدعم الناس اللي كانوا عايزين يستمروا في نمط حياتهم الجديد. وفي النهاية البلد كانت بتمر بفترة من الارتباك والقلق، وعادل وسارة كانوا ثابتين على موقفهم. كانوا بيؤمنوا إن التغيير اللي حصل كان خطوة مهمة نحو حياة أفضل، ومهما كانت الظروف الحياة كانت مستمرة، والناس كانت بتتعلم إزاي تتعامل مع الشكوك والتحديات. ومع مرور الوقت بدأت البلد تستعيد هدوءها، لكن الناس كانوا لسه عايشين في حالة من الترقب والقلق بعد ما الإعلان أعلن إن الظاهرة الكونية كانت مجرد ظاهرة طبيعية مش علامة من علامات يوم القيامة. والناس كانوا بيتسألوا عن حقيقة التغيير اللي حصل في حياتهم وشعور التوبة اللي هم عاشوه. عادل كان بيحاول يوازن ما بين التزامه وبين الشكوك اللي بدأت تتسلل لقلبه. كان بيواصل أعماله الخيرية والصلاة بتاعته وعباداته، لكن بدأ يلاحظ إن في ناس حواليه رجعوا لحياتهم القديمة. لما كان بيشوفهم كان بيحس بحزن، لكنه كان مصمم يستمر في طريقه. وكان دايما يقول لأصحابه إن التغيير الحقيقي لازم يجي من القلب مش من الظروف. وفي يوم قرر إن هو ينظم نشاط خيري كبير في المنطقة بتاعته. كان عايز يثبت لنفسه وللناس إن التغيير ممكن يكون دائم مهما كانت الظروف. دعا ناس كتير للحضور وللمشاركة، وشاركهم قصص عن الإيمان وعن التغيير الحقيقي. النشاط كان مليان بالأنشطة التعليمية والترفيهية، وكان ليه تأثير إيجابي كبير على الناس. وسارة كانت مستمرة في اللي بتعمله هي كمان. بعد ما الأخبار قالت إن يوم القيامة لسه في علم الغيب حست بالقلق، لكنها قررت إنها تستمر في تقديم المساعدة. ومن الورش اللي كانت بتعملها والدروس الدينية بدأت تلاحظ إن الناس رجعوا فعلا للطريق الصح، وبدأوا يتناقشوا في كيفية الحفاظ على التغيير اللي عملوه. وفي ورشة من الورش اللي بتعملها قالت لهم سارة التغيير مش مجرد رد فعل لظاهرة، التغيير الحقيقي هو اللي بيجي من القلب وبيستمر حتى لما الظروف تتغير. كان كلامها في الورشة دي مؤثر جدا، وأثرت على كتير من الشباب اللي كانوا عايزين يستمروا في طريقهم الجديد. ومع مرور الوقت
البلد رجعت لحياتها الطبيعية بشكل تدريجي. كانت الأنشطة الدينية والخيرية مستمرة، والناس بدأوا يتقبلوا الوضع الجديد. كان في منهم للأسف رجع لحياته القديمة، لكن في المقابل كان في عدد كبير جدا من الناس اللي استمروا في تحسين حياتهم. وعادل وسارة كانوا دايما موجودين لدعم الناس اللي عايزين يواصلوا في طريقهم الجديد. كانوا يشجعوا الكل على التمسك بالقيم الإيجابية والتفكير في التغيير كطريق حياة، مش كاستجابة لظروف معينة. وفي النهاية أثبتت البلد إنها قادرة على التكيف والتغيير. وعادل وسارة كانوا مثال للثبات، وأثبتوا إن التغيير الحقيقي بيجي من جوه الإنسان. والناس اتعلموا إن الإيمان والتوبة مش مجرد رد فعل لظاهرة أو لحدث، لكنها رحلة مستمرة في تحسين النفس. البلد بقت مكان مليان بالأمل والتفاؤل. والتحديات كانت موجودة لكن الناس كانوا أقوى بفضل الدروس اللي اتعلموها. عادل وسارة كانوا فخورين بالرحلة اللي هم قطعوها وبالتحولات اللي حصلت في حياة الناس. كانوا عارفين إن الحياة مش دايما سهلة، لكن الإيمان والاستمرارية هم المفتاح الحقيقي للتغيير. وبعد شهر من التوبة والإصلاح، وبعد الكلام والتقرير بتاع الإعلام اللي قالوا فيه إن الظاهرة الكونية اللي حصلت دي كانت مجرد ظاهرة طبيعية، وإن يوم القيامة في علم الغيب ولا يعلمه إلا الله، الخبر ده فتح مجال لسؤال جديد: مين من الناس هيرجع للمعاصي؟ ومين هيفضل على طريق التوبة؟ قرر عادل إن هو هيقعد مع نفسه ويفكر بعمق أكتر. كان بيصلي وبيطلب من ربنا الثبات، وكان دايما بيتأمل في التغيير اللي حصل. حس بسلام داخلي رغم الحيرة اللي كان بيحس بيها في النهاية، وقرر إن هو هيمشي في طريق التوبة ويمسك في التغيير اللي حصل. وكان مؤمن إن التغيير دوت حقيقي، وإن هو مش هيرجع للمعاصي مهما جنت الظروف. وسارة برضه كانت متأثرة، لكن كان قرارها ثابت، وهي إنها تفضل على طريق التوبة. كانت شايفة إن الحياة بدون معاصي أحسن بكتير، وإن السلام الداخلي اللي هي حسيت بيه أهم من أي متعة دنيوية. كانت حاسة إنها بقت في مكان أفضل، وإن التغيير اللي حصل في حياتها كان ليه قيمة كبيرة. وسارة بدأت تشتغل في الدعوة بجدية أكتر. كانت بتنظم ورش وعمل دروس دينية بتساعد الناس على فهم معنى التوبة والعيش بسلام داخلي. كانت متفهمة إن كتير من الناس كانوا محتاجين دعم في المرحلة دي، وبدأت تستقبلهم وتساعدهم في رحلتهم. كانت دايما بتشجعهم على الاستمرار في التغيير مهما كانت الصعوبات. وفي النهاية اتضح إن التوبة والتغيرات كانت رحلة مستمرة مش مجرد رد فعل. وعادل وسارة كانوا فخورين بالخطوات اللي عملوها من مجرد ظروف مؤقتة حصلت لهم. وبعد ما اكتشفت الحقيقة عن الظاهرة الكونية، بدأت البلد تعيش فترة من التحولات الكبيرة. الشباب والناس كانوا متشابهين جدا في ردود أفعالهم، وكل واحد منهم كان عنده قصة مختلفة يحكيها. كان واضح إن التغيير اللي حصل ما كانش مجرد رد فعل للظروف، ولكن كان ليه تأثير عميق على حياة الناس. وكان في ناس كتير مختلفين عن بعض في قراراتهم بعد الهدوء اللي حصل بعد الظاهرة دي. وعلى سبيل المثال هقول لكم شوية منهم. زي محمود، كان واحد من الناس اللي رجعوا للمعاصي بعد ما اكتشف ان الظاهرة دي كانت مجرد حاجة طبيعية. لما سمع الخبر حس ان هو اتضحك عليه، وقرر يرجع لحياته القديمة اللي كان عايشها قبل التوبة، للسهرات وللاحتفالات والأنشطة اللي كان بيمارسها قبل كده. بس بعد فترة بدأ يحس بفراغ كبير، كان حاسس ان هو ضايع، وبدأ يفكر تاني في التوبة والرجوع للطريق الصحيح. بدأ يحاول يلاقي سبب عن الفراغ اللي كان عايشه، وكان بيحس ان هو محتاج يرجع للتغيير اللي حصل في حياته قبل كده. وياسمين كانت ملتزمة من البداية، استمرت في التزامها بعد الظاهرة. لما سمعت التقرير الجديد فضلت على توبتها واستمرت في طريق الدين. كانت مؤمنة ان مفيش حاجة بتحصل من غير سبب، وان التوبة دي كانت فرصة من ربنا. بدأت تزيد من نشاطاتها الدينية، وشاركت في تنظيم فعاليات تعليمية وورش عمل. وكانت دايما بتقول إن كل حاجة بتحصل لنا ممكن تكون اختبار من ربنا علشان نقرب منه أكتر. وخالد بقى كان واحد من الناس اللي ترددوا ما بين العودة للمعاصي والاستمرارية في التوبة، لكن بعد ما سمع الخبر قرر يدي لنفسه فرصة يفكر.
وبدأ يحاول يوازن ما بين حياته القديمة والتغيير الجديد اللي حصل. كان بيحضر هو كمان دروس دينية ويقرأ كتب عن الإيمان وعن التوبة. في البداية كان متردد، لكن مع الوقت بدأ يحس بإن الحياة من غير معاصي أحسن، وقرر إن هو هيواصل التغيير اللي حصل في حياته. وعندنا كمان منى اللي كانت بتعيش حالة من الضياع بعد الخبر الجديد. كانت حاولت التوبة قبل كده، لكن لما اتضح إن الظاهرة كانت طبيعية حست إن كل مجهودها راح على الفاضي. ومع ذلك قررت إنها تستخدم التجربة دي كفرصة في حياتها وتحسن من نفسها. بدأت تتكلم مع أصحابها وعيلتها عن أهمية الاستمرار في التغيير والتوبة، وبدأت تحاول تساعد الناس في رحلتهم. وفي النهاية اتضح إن التوبة والرجوع للمعاصي كانت تجربة لكل الناس في المدينة. البعض استفاد من التجربة وبقى أقرب لربنا، والبعض التاني بقى بيصارع مع نفسه. لكن كان واضح إن كل واحد فيهم اكتشف حاجة جديدة عن نفسه وعن إيمانه. والبلد كانت مليانة بالقصص والتجارب، وكانت الحياة بتستمر في طريقها للتغيير والتقدم، وكل واحد منهم كان بيحاول يلاقي طريقه الخاص ويتعلم من التجارب اللي مر بيها. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. هستنى رأيكم في الكومنتات، ويا ريت لو انت بتسمعني ومش مشترك في القناة شرفني بالاشتراك. ما تنساش تدوس على زرار اللايك وابقى فعل زرار الجرس علشان يجيلك كل قصة جديدة انا بنزلها. كان معاكم محمد عماد من قناة حودة العمدة. مع السلامة.